كان يصنع المعجزات وهو حيا على الأرض، وصنع المعجزات به الرب بعدما انتقل إلى السماء. صار معجزة وسبب معجزة، وصار أعظم من معجزة أن يسلك الإنسان في استقامة في وسط جيل ملتوي ومعوج وشرير. هذه هي المعجزة الكبرى، لأن إقامة ميت، الميت ما هيموت بعد شوية، شفاء مريض ما هيمرض وهيموت بعد شوية، لكن الذين ردوا كثيرين البر كالكواكب الأبد الدهور. هو كسب نفسه وكسب لنفسه وكسب أولاده الروحيين ميراث روحي جميل جدا. نحن حينما نكرم ونذكر بابا كرولوس نحن نصنع ما جاء في العبرانيين: اذكروا مرشديكم الذين كلموكم بكلمة الله، انظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. احنا مش بنقدس الأشخاص أو بنقلل الإنسان، لكن احنا بنفرح لما بنلاقي إنسان من لحم ودم زينا سلك في حياة البر، سلك في حياة الاستقامة، سلك في حياة الطهارة، سلك في حياة الحب الإلهي، وصار أنموذجا فريدا نحذو حذوه. مش احنا بنقول بابا كرولوس ده بتاع المعجزات، أي معجزة بتحصل دي ربنا هو اللي بيصنعها، بينسبها للقديسين، لكن بيورينا ازاي ان اللي يتقونه يصيرون أعزاء عنده في كل شيء. ويقول كده: عيناي على جميع أمناء الأرض لكي أجلسهم معي. احنا دايما بنقول كده بعد نهاية أي مديح: يا إله العذراء مريم أعنا أجمعين، يا إله البابا كرولوس أعنا أجمعين.